دائما تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم اجتماعا دوليا على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا ومحادثات السلام المتعثرة. للمزيد يلتحق بنا الآن إذن مباشرة من الرياض السيد أسعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض الممثل المعارضة السورية. أستاذ الزعبي مساء الخير وأهلا بك معنا. إذن اجتماع جديد تستضيفه فرنسا اليوم لمناقشة الوضع في سوريا وتعثر طبعا مفاوضات السلام السورية. بداية ما الذي تنتظرونه من هذا الاجتماع الدولي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الانتظار يجب القول أن الموقف الفرنسي حيال الثورة السورية والشعب السوري حقيقة موقف جيد وموقف يحتاج أو يعني يستدعي مننا كل احترام وتقدير. موقف الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي كان واضحا منذ بداية الثورة، هو شاجب لهذا النظام ومساعد ومعاون ويقف مع حقوق الشعب السوري في نيل حريته. هذا أولا. ثانيا، الحديث على ما ننتظره الحقيقة من هذا المؤتمر، لا أعتقد أننا ننتظر شيئا. يعني هذا المؤتمر ضمن آلاف المؤتمرات التي عقدت من أجل الملف السوري، طالما هناك لا تتوفر إرادة دولية لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا ولا مجلس الأمن في حل الملف السوري، ولا في أيضا في معالجة الدكتاتور الذي يقتل الشعب السوري والذي ضرب السوريين بالكيمياء ودمر المشافي ودمر الحضارة، حتى مخيمات اللجوء، حتى الأموات في قبورهم لم تسلم من هذا الإرهابي في سوريا. وبالتالي حقيقة نحن لا ننتظر ولو كنا نأمل أو نرجو أن يكون هناك إجراءات يعني إلى حد ما يعني تسعف شعبنا أو تخفف المعاناة عن شعبنا في الداخل، أو إلى حد ما توقف نزيف الدم في سوريا. لكن لا أعتقد في ظل وجود الطيران الروسي وطيران النظام الذي يقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على شعبنا في كل مكان وزمان، لا أعتقد أننا نترجى شيء في هذا الوقت أو في هذا الاجتماع. نتمنى الحقيقة، نتمنى أن يكون هناك إجراءات رادعة للنظام أو إجراءات حقيقية ربما توجه إلى روسيا من أجل وقف غاراتها العشوائية على شعبنا، أو ربما توجه إلى النظام إلى حد ما ليوقف معاناة السوريين، خاصة بما يتعلق بوقف إيصال المساعدات الإنسانية أو حصارهم في السجون، أو حتى عملية حصار القرى والمدن التي حقيقة بادت إحدى السياسات الهامة لهذا النظام في سوريا والنظام الروسي أيضا. طيب، كيف تقيمون الموقف الأمريكي اليوم، وهل فقدت المعارضة السورية ثقتها في واشنطن اليوم في ظل التقارب الأمريكي الروسي؟ الموقف الروسي واضح منذ البداية مع النظام، والموقف الروسي اتخذ عدد من حالات يعني كما يقال النقض الفيتو في مجلس الأمن. لكن يعني التدخل الروسي المباشر في الملف السوري هو حقيقة يعني أظهر دور الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث الروس على أنهم ينسقون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الدخول إلى سوريا، وبالتالي ينسقون في تدمير الشعب السوري، ينسقون فيما سميت يعني نظريا الهدنة التي لم ترتقي إلا حتى إلى مستوى يعني ربما وسائل الإعلام فقط لا غير، لا أكثر من ذلك، وكانت عبارة عن ورقة لصالح النظام من أجل أن يدمر ما بقي من سوريا ويقتل ما بقي من الشعب السوري. الحقيقة ثقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية بالقيادة الأمريكية متزعزعة منذ البداية، منذ أن بدأ السيد أوباما يضع خطوط حمراء ويتجاوزها النظام، يضع ربما كلمات طنانة أن النظام فاقد الشرعية ثم يطالبنا بالتفاوض مع النظام، وهكذا سوف يرحل أوباما ولم يرحل إلى الآن رئيس النظام الإرهابي بشار الأسد. ولكن أكثر من ذلك حقيقة عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمنع مناطق آمنة ومنع دخول الصواريخ الدفاع الجوي أو الأسلحة المميزة للثوار، بينما تترك الحبل حقيقة يعني مفتوحا للنظام من أجل استخدام الكيمياء واستخدام الصواريخ البالستية واستخدام الصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة في تدمير الشعب السوري. هذا بالتأكيد يدفعنا القول ما هو الدور الأمريكي، ما حقيقة الدور الأمريكي بالثورة السورية. طيب، سؤال أخير أستاذ الزعبي، يعني ما مصير مفاوضات جنيف اليوم وما هي شروطكم لاستئنافها؟ أختي الكريمة، المعارضة لم تفتح يوما أو تتحدث بشرط، وأنا أقول لك ليس لنا شروط. شروطنا أن ينفذ مجلس الأمن القرارات التي اتخذها، وألا يعتبر يعني حقيقة مهزلة في تاريخ مجلس الأمن، ويعتبر يعني مجلس الأمن ليس ذلك يعني المعول عليه. نحن نطالب بتحقيق أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن عفوا المتعلقة بالملف السوري، من القرار 2118 وصولا إلى القرار 2254، والتي إلى الآن مع الأسف الشديد إما عجز هذا المجتمع أو عجز مجلس الأمن أو حتى أيضا اشتراكه في الجريمة في قتل السوريين. لا نريد شروط، فقط نريد تحقيق الشرعية الدولية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعد الزعبي رئيس الوفد المفوض الممثل للمعارضة السورية، كنت معنا مباشرة من الرياض. شكرا جزيلا لك.